الحمد لله فالق الحب والنوى خالق العبد وما نوى المطلع على باطن الضمير وما حوى سبحانه بمشيئته رشد من رشد وغوى من غوى وبإرادته فسد من فسد واستوى من استوى صرف من شاء إلى الهدى وعطف من شاء إلى الهوى اللهم إنا نعوذ بك من الهوى والغوى قرب موسى نجيا فمنحه فلاحا وكلمه كفاحا وهو بالوادي المقدس طوى وعرج بمحمد إليه فرآه بعينيه ثم عاد وفراشه منطوى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نقر بها للإله العظيم الرب الرحيم الذي لما نزل قول الله سبحانه على نبينا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قال نبينا يا رب أنت شرعت لي أن الشاهد لا يشهد إلا بما يرى فكيف أشهد فأوحى الله إليه نحن نسري بك إلينا لتشاهد عن العيان ما تراه في الجينان والنيران فلما أصعده وأشهده قال له يا محمد أنت شهدت لي فاشهد علي قال يا رب وبما أشهد عليك قال اشهد علي أنه من جاءني وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله غفرت له كل ذنب عمله في سره وجهره ونشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله نبي كريم دعا به آدم فقبل الله توبته وعفا ودعا به نوح فنجاه في يمه وكان لقومه مغرقا وتوسل به إسماعيل فأغيث بالفداء وهو سيد الكونين وإمام الثقلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة الأطهار وعلى كل من سلك طريقهم ما طلع الليل والنهار أما بعد فيا أيها المسلمون عليكم بتقوى الله سبحانه في كل حال فهي تنفع المؤمن في العاجل والمآل عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري أما عن موضوعنا لهذه الجمعة فهو معلوم بالبداهة وهو عن هذه المعجزة
المعجزة العظيمة، معجزتي الإسراء والمعراج التي نحن نعيش ذكراها، والتي يتذكرها المسلمون في أواخر شهر رجب من كل عام ويحتفلون بها، ولكننا في كل عام نقول نحتفل بها والأسى يملأ القلوب، حيث إن مسر نبينا صلى الله عليه وسلم أصبح مكبلا في يد اليهود بعد أن كان هذا المسجد قرآني المحراب محمدي المئذنة، كل شيء فيه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح الآن يدنس قبل اليهود، والمسلمون يحتفلون بذكرى الإسراء لهذا المسجد. فماذا أيها الأحباب عن معجزة الإسراء والمعراج، وكيف تمت وكيف حدثت وما قيل فيها؟ كلام طويل شغلت عقول المفكرين والعلماء والمستشرقين وغيرهم، ما بين مؤيد ومعارض وما بين متوقف وغير ذلك، لأنهم غفلوا عن قول الله سبحانه، غفلوا عن الكلمة الأولى التي أول ما جاء بها نبينا نطق بها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لما جاء يحدثهم قالوا: كيف ونحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس بالمسافات الطوال؟ غفلوا عن أنه يقول أسري بي، أي الذي أسرى بي المولى عز وجل، كأنه لما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أتي بي إلى البراق أراد أن يقرب الصورة لهم، لكنه كما يقول بعض العلماء حمل على الأسير، يعني أنت الآن في لحظة في ثوان تكلم من هو في أمريكا، فالبراق جاء من البرق كأنه الشحنة الكهربائية التي تتحرك بسرعة تفوق الصوت. هذا أراد أن يقرب الصورة لهم، ثم بعد ذلك هو قال لهم: إن الذي أسرى بي هو المولى العلي القدير الذي خلقكم. فالذي يشكك في هذه المعجزة ويقول بالروح أو بالجسد أو غير ذلك إنما يشكك في قدرة الله العلي الأعلى، لأنها لو كانت بالروح لا عجب فيها ولا غرابة، فكلنا ينام يحلم أنه ذهب إلى مكان كذا أو كذا وحدث ما كذا إلى غير ذلك. لكن الإعجاز في هذه المعجزة أنها كانت بروح وجسد نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي فعل هذا إنما هو العلي القدير الذي يقول للشيء كن فيكون. ولماذا حدث هذا؟ حدث هذا لتكريم النبي بعد أن رفضه أهل الأرض جميعا، فلما ترك مكة يريد أن يدعو أهل الطائف لعله يجد من يقبل دعوته عندهم، كانوا أسوأ من مكة، فسلطوا عليه صبيانهم حتى أدموا قدميه الشريفتين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون حال هذا النبي الذي أصبح قلبه مفعما بالأحزان؟ كان يرجع إلى بيته فتخفف زوجه عنه هذه الأحزان أو عمه، فمات جميعا فسمي عام الحزن، فيرجع إلى من؟ شكا إلى الله. شكا إلى من؟ شكا إلى الله. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، بهذا الدعاء الذي
ما دعا به مكروه إلا وفرج الله عنه كربته. ولكن انظر ماذا يقول نبينا في هذا الدعاء لتعلم كيف كان هذا النبي متعلقا بالله، ويجب أنت كذلك أن تكون. قال: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني هذه المصائب التي أصبت بها وما فعله أهل الطائف وما فعله أهل مكة، كل هؤلاء يا رب إذا لم تكن أنت غضبان علي فكل هذا يقول. هكذا أنت أخي المسلم، مهما تأتيك مصائب في هذه الحياة في دنيا المصائب فلا تجزع أو تسخط على الله، وإنما أكثر من التضرع واللجوء إلى الله. تضرع بدعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. فيأتيه جبريل عليه السلام ويقول له: ربك يدعوك إليه. يا سلام، أي إكرام في هذا، أي إكرام عظيم. لأن نبي الله موسى عليه السلام ظل 40 يوما يطلب المناجاة من الله ليرى ربه عز وجل. يا موسى صم 30 يوما، فلما صام 30 وجد رائحة فمه كأنها قد تغيرت تسمر. قال: لا، إن هذه الرائحة أفضل عندي، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. زد عليها 10 أخرى، فزادها 10 فأصبحت 40. ثم بعد ذلك: يا رب أرني أنظر إليه. يعني ألم الانتظار عظيم، 40 يوم ينتظر إنه يشوف مولاه. لكن الحبيب جاءه في ليلة مباركة هكذا. وبعد ذلك: أرني أنظر إليك. رده المولى عز وجل ردا جميلا. طيب انظر إلى الجبل، إن استقر مكانه سوف تراني. لما تجلى العلي الأعلى على هذا الجبل لم يتحمل موسى أن يرى المتجلى عليه، فكيف يريد أن يرى المتجلي وهو الله؟ أنت غشيت، حصل لك إغماء لما شفت الجبل وهو يندك من تجلي ربنا عليه. طب لما أتجلى عليك من أجل أن ترى كيف يكون حاله؟ فلم يرى، فرده الله عز وجل ردا جميلا. وانظروا شتان من يطلب الأمر ضراعة واستجداء بيطلب: يا رب أرني، وبين من يمنحه تفضلا وعطاء. لما يجي المولى يقول لك: تعالى ربك عايز تزوره، أي فضل في هذا؟ وشرف المتبوع أيها الأحباب دائما نقول: شرف نبينا شرف لنا، شرف لتابعه. لأن هذا النبي هو الذي لما قال الله له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: يا جبريل هذا لي فما لأمتي؟ كل حاجة يقول الأمة. قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. كانت الرحلة المباركة أي إكرام بعد أن ذهب إلى بيت المقدس وصلى بجميع الأنبياء إمام، فما بال أتباعهم لا يتبعون نبينا؟ وإذا كان أنبياؤهم قد صلوا خلف نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه العناد والجحود. نعم، أما كان طلب أهل مكة عندما قال له وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو يكون لك كذا أو يكون كذا أو يكون كذا. ثم بعد ذلك قالوا له: أو ترقى في السماء، تصعد إلى السماء. ولكن ولن نؤمن لرقيك. طب قد رقى في السماء، لكن هل هذه المعجزة كانت من أجل إرضائهم هم؟ كلا، إنما كانت لإكرام الحبيب صلى الله عليه وسلم برؤية ربه عز وجل يرى. ثم بعد ذلك لأنه غالب عزيز على المولى عز وجل قال: يا رب
أنت أعطيت موسى كذا وأعطيت عيسى كذا وأعطيت إبراهيم كذا، فما أعطيتني؟ قال يا محمد لا أذكر إلا وتذكر معي، وأعطيت أمتك بأن جعلت أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها ظاهرة، ولم يكن هذا للأمم قبلهم، ما كانوا يستطيعون حفظ الأناجيل أو التوراة أو غير ذلك. أما هذه الأمة جعل الله أناجيلها قرآنها في صدورها، لأن الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر. وأعطيتهم كنزا من كنوز عرشي، كنزا من كنوز عرشي، وهو لا حول ولا قوة إلا بالله، نكثر منها، كنز من كنوز الجنة. فيا أيها الأحباب، طبعا المرائي التي رآها نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة فيها الكثير، وفيها الكثير من العبر والدروس، والواجب على المسلمين والحال أنهم تمر بهم هذه الذكرى وهم يحتفلون بها أن يتعظوا من هذه المرائي، ثم يعملوا على تحرير بيت المقدس ممن يدنسونه. لأن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم لما علموا مكانة بيت المقدس حرصوا على تحريره، فذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنه وفتح سلما. لما علموا بمقدمه سلموا، قالوا خلاص نسلم هذا البيت لأمير المؤمنين، ولكن لأميرهم، فذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنه وجعل له زاوية أمام المسجد فصلى بها هناك، لكن حرم المسجد كله ملك للمسلمين جميعا، وهو الأولى أن يكون تحت حكمهم وتحت رايتهم وليس لليهود. ثم بعد ذلك تتابع أيضا سلفنا الصالح في تحرير هذا المسجد لمكانته، بل وعمر جعل له أبو عبيدة بن الجراح يعلم الناس فيه القرآن، وجعل له سعد بن عبادة، وجعل كثير من الصحابة ماتوا هناك في هذا المكان ليكون ماذا؟ ليكون تحت إمرة المسلمين دائما. ثم جاء صلاح الدين الأيوبي وغير ذلك. فالواجب علينا الآن أن نستشعر هذا في قلوبنا، لأن هذا المسجد له مكانة عند المسلمين، وسيسألنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعلتم بمسرائه، وأوصى على زيارته كذلك. ثم بعد ذلك أقول لن ينصلح حال الأمة ولن تنتصر ولن تحرر هذا المسجد إلا إذا انصلح حالها هي من الداخل، إلا إذا اتعظت بما رآه نبينا في هذه الرحلة المباركة. رأى أكلة الربا وهم يجرجرون، ورأى الزناة وهم يعذبون، ورأى تارك الصلاة وهم يبكون. فهل اتعظنا بما رآه نبينا؟ رأى الكثير والكثير. رأى ماذا؟ رأى الذين يخربون بين الناس ويسعون بالنميمة ويؤذون الناس بألسنتهم، رآهم على هيئة ثور كبير يخرج من جحر صغير، ثم بعد ذلك يريد أن يرجع مرة أخرى فلا يستطيع. ما هذا يا جبريل؟ قال هذه الكلمة تخرج من فم الرجل فتفعل الأفاعيل، يعود الشر على الجميع، يندم صاحبها أنه قد قالها، يريد أن يرجع عنها لكنه لا يستطيع الرجوع عنها. فيا أيها الأحباب، ما جعلت هذه الذكرى لنتناقل قصتها فقط، إنما جعلت ليعتبر منها المعتبرون وليتذكر المتذكرون، وما هي إلا ذكرى للبشر. فأين أهل الاعتبار وأين أولو الأبصار من هذه الذكرى العظيمة اليوم؟ وكيف حالنا نحن مع مثل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ علينا أيها الأحباب أن نتذكر أولا قدرة الله، فنتعلق جميعا بالله، لا يهمنا، لا نخشى من أي شيء ولا نخاف من أي شيء، وإنما
نترك همومنا وأحزاننا على الله، يفعل بنا ما يشاء. إذا سلمت الأمر لله فإنه لا يخذلك أبدا. وأنت تعيش في هذه الدنيا تعيش تحت أقدار الله، تعيش في رحمة الله وتحت أقداره، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم فجاءته هذه المنحة العظيمة. فليت هذه الذكرى العطرة تجدد الإيمان في القلوب وتوثق الناس بعلام الغيوب وتجعلهم يرجعون إلى الله رجوعا كاملا حتى يعم الرخاء ويرتفع الغلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا الدين وجعلنا من أمة خير المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أرحم الراحمين ورب الخلق أجمعين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه وطريقه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، الحديث عن هذه المعجزة ذو شجون له رونق خاص، لأنه رحلة قد ربطت الماضي السحيق بالمستقبل البعيد، حيث رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان قبل من عهد آدم عليه السلام وما هو كائن وما سيكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ثم جاء. فكان عندما يحدث أصحابه بما رأى تذرف أعينهم وتضطرب قلوبهم، لأنه ليس من رأى كمن سمع. وقالوا بأن في إرجاع موسى عليه السلام لنبينا، وهو يعني لما رجع من سدرة المنتهى الحبيب صلى الله عليه وسلم لقي موسى عليه السلام: ماذا أعطاك ربك وما فرض عليك؟ قال الصلاة. قال كم؟ قال 50 صلاة. قال ارجع فاطلب منه التخفيف إلى غير ذلك. ظل موسى يرجعه أكثر من مرة إلى أن وصلت 5. ماذا قالوا أهل الشام؟ قالوا بأن موسى كان يرى ربه في صورة الحبيب، لأنهم قالوا: حسبك ممن تهواهم أن ترى من يراهم. يعني لما يبقى واحد جاي من عند الحبيب يبقى أنت بتشم فيه ريحة الحبيب، فبتحب إنك تشوفه وتنظر إليه. هكذا قالوا: حسبك ممن تهواهم أن ترى من يراهم. فالواجب أيها الأحباب، نحن طبعا أعتقد المرائي كثيرة جدا وصدق فيها نبينا صلى الله عليه وسلم وأعطى البراهين القاطعة على تصديقه في هذه الرحلة، وليس أكثر من أن المولى عز وجل صدقه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. ولكن الجحود والعناد والكفر له أوجه أخرى، فليتنا أيها الأحباب نزداد تمسكا بديننا ونزداد اتعاظا مما رآه نبينا. على سبيل المثال يقول: اطلعت في الجنة ورأيت أكثر أهلها الفقراء. فهذه ماذا تعني؟ تعني أن الإنسان لا يحرص على أن يكون من الأغنياء من حلال أو حرام، لا يحرص على جمع المال، لا يبخل بالمال عن الإنفاق في سبيل الله لأنه يخشى من الفقر. لا، أكثر أهل الجنة قال الفقراء، لأن الفقراء ربما جادوا بما هو معهم فقط بقوتهم أو غير ذلك. أما كثير من الأغنياء فربما بخل بماله خوفا من الفقر ويريد أن يزداد تمتعا في هذه الدنيا بهذا المال، وبسبب هذا يقول: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء.
ورأى فيها صلى الله عليه وسلم مرائي عظيمة. نحن علينا أن نتعظ منها وأن نسأل